عمرك كنتي قاعدة مع ناس وكذا مرة قعدتي مع ناس وحسيتي دايما انه انا لا، الناس دي مش بتحبني، انا محدش بيحبني، هو انا ما عنديش صحاب كتير ليه، هي الناس ما لما انا خرجت النهارده ما علقوش على اللبس بتاعي ده وقالوا لي حلو ليه، هو كله بيعلق على البنت دي انها حلوه بس انا مش حلوه، لا خلاص انا همشي واسيب الشغل ده علشان خاطر الناس ما بتحبنيش. الناس 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 طول الوقت بتحط اهدافك عشان الناس، طول الوقت بتعملي تصرفات، بتعملي حركات، بتلبسي لبس، بتعملي اي حاجة علشان خاطر ترضي الناس. انت ممكن تكوني بتعملي التصرف ده وانت مش واخدة بالك، ولكن الموضوع بيبقى عميق جدا. وركزي في كل تصرف انت بتعمليه. هو انا بلبس اللبس اللي انا لابساه ده علشان ايه؟ وانا بختاره عشان الناس تشوفني حلوة ولا علشان انا مرتاحة فيه؟ الميك اب اللي انا حطاه ده حطاه علشان خاطر الناس تشوفني حلوة ولا عشان انا حابة نفسي بالميك اب ده؟ هل انا بقيت احط اللبستيك الكتير ده علشان رغم انه ممكن اكون انا مش شايفاه في المراية مناسب ليا، هل انا حطاه كتير علشان خاطر الناس بتعلق عليه ان هو حلو ولا علشان انا شايفاه حلو؟ كل التصرفات اللي انت بتعمليها من تصرفات في الشغل، في بنات مثلا تبقى خارجه مع صحابها بتفضل تعمل لهم هي كل حاجه، وهي اللي بتبادر تفتح لها تشيلها تحط لها، ما بتقولش اي حاجه على اي طلب هي بتعمله هم بيطلبوه منها، لا. فانت في اللحظه دي ابدأي راجعي نفسك، انا بعمل كل ده ليه؟ وانت لما بتخشي علاقه، هل انت بتتحولي، بتستغني عن شخصيتك، بتنسلخي منها؟ يقولك غيري ده، بطلي تعملي ده، في انا ما بقولش ان احنا لو فينا صفات سلبيه نبطلها، ولكن هل انت بتنسلخي من نفسك الحاجه بتصب فيها بس عمرك ما حسيتي من جواكي بالاكتفاء او بالرضا بسبب ان انت عماله تستغني؟ يعني انت مثلا عايزه ارضي اللي قدامي، برضي اللي قدامي بس انا حاسه ان انا مش سعيده، اللي قدامي بيقول لي اعملي الحاجه الفلانيه، بطلي تسمعي الحاجه الفلانيه، بطلي تتفرجي على الحاجه الفلانيه، بطلي تشوفي الحاجه الفلانيه، وواحده واحده استغنيت عن نفسي. طب انا بعمل كل ده ليه؟ الحقيقه ان كل اللي انت بتفكري ان هو هيوصلك لانك انت تبقي مبسوطه ومرتاحه، وان انت لما نهارك يبتدي والشمس تطلع، لما الناس تعجب بيكي وتحققي اللي كل الناس عايزاه ومستنياه منك والتوقعات اللي الناس مستنياه منك، الحقيقه ان انت هتفضي جامد قوي من جوه، رغم ان انت شايفه قدام عينك انا حققت كل اللي انت فاكره ان انت محققاه، ولكن الحقيقه هو مش اللي انت عايزاه، هو اللي الكل عايزه منك ما عدا انت. انت ممكن تكون سعادتك في انك انت عايزه تعيشي بترسمي وتاكلي وتشربي وانت مبسوطه، انت حاسه ان انت مرتاحه كده، انت حاسه انك انت مرتاحه كده. راجعي دايما تصرفاتك، خلي مرجعيتك القصوى والعظمى علشان خاطر تخرجي من دايرة ان انا برضي الناس، ان ربنا هو اللي يكون راضي عني، ان انا بزكي نفسي، ان انا بطور نفسي، ان انا بلبس اللبس الفلاني ده علشان انا ست شيك، حابه نفسي، اشوف نفسي نظيفه وحلوه علشان انا ست نظيفه، عشان انتي عايزه من نفسك كده، مش عشان حد عايز منك كده. انا بقالي كتير قوي مصورش، شجعوني بان انا اصور اكتر. ماما الله يرحمها كانت بتحب قوي قوي تشوفني بنزل فيديوز على اليوتيوب، هي اللي سبورتد مي قوي ان انا انزل فيديوز على اليوتيوب من داي 1. الله يرحمها. فعايزاكم تسبورت معايا في الكومنت، ولو الفيديو عجبكم بليز 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 سبسكرايب لايك، وابعتي الفيديو ده لصاحبتك اللي انت حاساها طول الوقت مش عايشه علشانها، عايشه عشان غيرها. احبكم كلكم، باي باي.